الكلام ده ما مقبول. إذا بقى في تاني اتفاق اسمه قوات المسلحة والدعم السريع، سيكون في هنالك قوات المسلحة وحركة تحرير السودان، قوات المسلحة وكذا وكذا، وقوة مشتركة. الكلام ده أي زول خليه يفهم. بعد ده القوات المسلحة دي يجب أن تكون قوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، الأمن، الشرطة، الثلاثة ديل بس نحن بنعرفها. أي عملية سياسية، عملية أمنية، عملية ثم التسليم. في البدء نرحب بسيد من يمحص الله ومن كان يريد الدنيا. أستاذ شريف الملك. وأيضا نرحب بالقائد مناوي قيادات البجة من إدارات الأهلية وقادة العسكريين والسادة النزار الحضور والقوى السياسية، السيد دكتور جبريل رئيس حركة العدل والمساواة، جميعا السلام عليكم ورحمة الله. نحن سعداء بهذه الدعوة والحضور معكم، يشرفنا كثير جدا، لأن البلد في وضع يحتاج لكل الناس وخاصة شرق السودان بلد صمد وصنع السودان، وبلد فهي صخرة صماء لا يمكن أن تخترق، وجربوها كتار زي ما قلت، جربوا الإنجليز لكن دحروه، والآن نحن في مرقد المناضل الجسور عثمان دقنة. جربوها كتار، حتى الآخر ناس اللي كانوا يوم من الأيام قرروا يقولوا على ناظر ترك إنه يجب أن يعامل بيد من الحديد، وتم صده. وعلى كل أنا من خلال الكلام وحضوري لكلمات الناس أجد إنه الناس أمامهم عدد من المطالب، والمطالب شرعية وبسيطة جدا. إنه كونه شرق السودان عنده ممثل في مجلس السيادة، لما لا؟ لما لا؟ وافتكر ده حاجة بسيطة جدا. فكلنا معاكم في نفس الصوت وفي نفس الاتجاه في إنه الناظر ترك ومن تفوضونه انتوا يجب ان يكونوا اعضاء في مجلس السيادة. طالما مجلس السيادة يمثل رمز لسيادة الدولة، يجب ان تكون الشرك او اقليم الشرك ممثلا او عنده ممثل في ذلك المجلس الكبير السيادي. فافتكر الموضوع ده مهم جدا، فكلنا معكم. واحد. الشيء الثاني، الناس يتكلموا على الترتيبات الأمنية، ولما لا؟ وكل الناس الآن شايلين السلاح بحاربوا، ما في حد بحارب حبا لوجه الزول ولا حبا لعيون الزرقاء لأي زول، لكن الناس بدأت تحارب لأنه البلد مهدد، البلد ماشي تتفكك، الحرامية دايرين يشيلوا البلد، في استفزاز في سيادته، سيادة البلد، كويس؟ في أهانة لها، في أهانة لمرته، في أهانة للراجل، في أهانة للولد، في أهانة للبيت، كل الناس. فعشان كده الناس شالوا السلاح، بدأوا يتضافروا، وكل واحد فينا ما عنده حاجة غير إنه روحه ده يعني قدم فداء والتضحية من أجل وحدة البلد دي، ثبات وحدة البلد ده، ومن أجل سيادة بتاعت البلد دي. كويس؟ اللي عنده مال بيفتكر إنه الناس بيشتري بالمال، قلنا له كذاب.
الجاسوس اللي انتوا في دهروا ناس عندهم المال قلنا له برضه كذاب. فده الموقف. فبالتالي اي ناس سواء كان ذلك القوات المسلحه او المقاومه الشعبيه او قوات البجا او القوه المشتركه، هيجد الاسماء لكن هم ابناء الشعب السوداني جميعنا. ما في واحد عنده الراس اطول من راسي ولا راس فلان ولا راس الله، لا لا لا، جميعنا. ده الاسماء، ده الاسماء. والقوات المسلحه مؤسسه بتاع الدوله، ما مؤسسه بتاع زول ولا مؤسسه بتاع فرد ولا مؤسسه حقت واحد اللي بيفتكر انه هو خلاص دخل القوات المسلحه بعد يسد الباب. نو، الباب مفتوح للشعب السوداني. فبالتالي من حقكم ان تكونوا في القوات المسلحه، من حقكم ان تكونوا في الاجهزه الامنيه كلها، من حقكم ان تكونوا في الشرطه. شايف؟ لكن الذي يجب ان يتم هو يجب نقر جميعنا انه بعد وحده بتاعت القوات الامنيه اللي هي مكون الامن ده المفروض يكون الجيش والشرطه والامن. الله اكبر. تاني ما توقعوا لنا، تعملوا لنا خط تاني زي الاستقرابيه تقول لنا يا اخوانا قوات المسلحه والدعم السريع. الكلام ده ما مقبول. إذا بقى في تاني اتفاق اسمه قوات المسلحة والدعم السريع، سيكون في هنالك قوات المسلحة وحركة تحرير السودان، قوات المسلحة وكذا وكذا، وقوة مشتركة. الكلام ده أي زول خليه يفهم. بعد ده القوات المسلحة دي يجب أن تكون قوات المسلحة، الأجهزة الأمنية، الأمن، الشرطة، الثلاثة ديل بس نحن بنعرفها. أي عملية سياسية، عملية أمنية، عملية سياسية، خطوة وطنية ده عشان الزول يمشي الاتجاه بتاع وقف الحرب ده يقر الثلاثة دي. ما في حد عنده قوة عشان يستخدم لأغراضه، لا لا لا. عشان شنو؟ عشان لأنه في مظالم. فده الوطنية. افتكر ده الحاجة أنا فهمته من كلامكم، وده كلام جميل جدا وسعيدين جدا. وسيد ناظر نشكرك كثير جدا على هذه الدعوة، ونحن معكم في كل المطالب بتاعة الشرك، لأنه الشرك اللي قدمت في الحرب ده ذاتها ما حاجة بسيطة. كويس؟ الولايات بتاعة الشرك ده اللي قدمت في الحرب ده ذاتها ما حاجة بسيطة، وما في زول يعني بزايد على الآخر في إنه الحرب ده كيف عملنا. بس الكلام الأخير اللي داير أقوله وكلمة قصيرة جدا، إنه يا جماعة ما يجب أن لا يتكرر التاريخ. التاريخ دائما يتكرر على أجساد البلهاء. التاريخ دائما أخطاء بتاعته دي يكرر على أجساد وعلى رؤوس البلهاء. نحن ما زلنا الحي أحياء، والفترة من سقوط الناس النظام الإنقاذ لغاية الآن لا تتجاوز 5 سنوات، واللي عملناه ده ممكن نملأ التاريخ، لكن يجب أن لا يتكرر. ال5 سنوات الفاتت يجب أن لا تتكرر. هسي في حاجة اسمها إبناء الكرامة، إبناء الكرامة الوطنية. فكلنا إبناء كرامة الوطنية، كلنا إبناء. يجب أي شيء، أي خطوة أن تتم بمشاركة ومشاورة إبناء الكرامة. الله اكبر. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله.